السلام عليكم من جديد في الكيز of scientific research course دورة أساسيات البحث العلمي. النهاردة معادنا مع الكتشر 4 بعنوان review articles أو المقالات المرجعية. معاكم عبد الله الوكيل. طيب احنا كنا بدأنا في شابتر 2 في المحاضرة اللي فاتت بعنوان الريسيرش اوبشنز، ايه الخيارات البحثية المختلفة اللي أنا ممكن أشتغل عليها، وأتمنى يكون حاضر في ذهنكم دلوقتي السكيلتون اللي احنا شرحناه المحاضرة اللي فاتت. قلنا فيه الإفهام البحثية المختلفة اللي ممكن أشارك أو أشتغل عليه. قلنا كمان في المحاضرة اللي فاتت إن هنركز في الشابتر ده على 6 محاور أساسية. هنبدأ بيها أو هنبدأ أول محور النهاردة إن شاء الله بعنوان الريفيو أرتكلز أو المقالات المرجعية. هنتكلم على شوية محاور هنا، هرجع لكم تاني عن ايه ريفيو ارتكلز المقالات المرجعية بشكل مبسط كده، وهواي ليه اشتغل على ريفيو ارتكل، هل مهم. هنشوف، وكمان هاو ازاي ان انا اشتغل بشيء من التفصيل كده على الريفيو ارتكل. طيب السؤال الاول والتاني دول محور حديثنا النهارده، والمحاضره التانية هنكمل الريفيو ارتكلز بعنوان الناريتيف ريفيو اولا، يعني كمحور هنشتغل عليه او هنشرحه ايه الكاركترستكس او ايه هي المميزات الخاصه بالناريتيف او الصفات الخاصه بالناريتيف ريفيو، والسكيل بتاعه بيبقى عامل ازاي، ومثال. كمان هناخد السيستماتيك ريفيو، هنشوف برضو ايه الصفات الخاصة بيه، وهنقارن بين الناريتيف ريفيو والسيستماتيك ريفيو ان شاء الله ده في المحاضرة اللي جاية. طب نبدأ المحاضرة دي بريفيو ارتكلز تاني. قلنا المحاضرة اللي فاتت ان هو secondary research. يعني ايه secondary research؟ يعني انا بشوف مثلا 200 بحث الناس اشتغلت عليهم وطلعوا نتائج في المعمل، وانا قاعد على اللابتوب بتاعي بقدر اجمع الابحاث دي كلها واعمل ديسكشن كده او شرح او اشوف الناس دي وصلت لايه في بحث. يبقى ده كده اسمه المقال المرجعي او السكندري ريسيرش. ليه؟ لان انا معتمد على البرايمري ريسيرش زي ما شرحنا المحاضره اللي فاتت. وقلنا ان بشكل اساسي في نوعين: الناريتيف ريفيو والسيستماتيك ريفيو اند ميتا اناليسيس. تمام كده؟ تمام. يبقى اذا scientific research او already review articles دي بتعتمد على الابحاث او بنجمع ابحاث ونقدر نعمل لها ريفيو. وعايز اشير تاني، لو اعتقد كلنا معانا تليفونات، لو حد جه يشتري تليفون وشاف فيديو كده على اليوتيوب نوعيات التليفونات المختلفة، هيقول حتى عنوان الفيديو بيكون ريفيو موبايلات معينة. فهي نفس الفكرة. هو الراجل ده في الفيديو بيعمل ايه؟ بيشرح تليفونين ويشوف مميزات وعيوب كل واحد. هو ريفيو برضو جزء منه، او احنا بنعمل ده برضو في الشغل بتاعنا، بس طبعا بطريقة ساينتفك، بطريقة معينة. طيب هنبدأ او حابب ان احنا نبدأ ان شاء الله بالسؤال الاول بعنوان هواي ليه اشتغل على scientific review او review article. يعني هل في اسباب؟ هل ليه اهمية؟ هنشوف مع بعض. ده السؤال، هواي ليه اشتغل على review article. انا تاني بخاطب هنا الناس بشكل اساسي اللي في مصر، وممكن في الوطن العربي بعض الاماكن او المناطق بس. تمام. طيب ممكن ان انا كباحث ريسيرشر اهو وعايز اشتغل بحث علمي او يبقى ليا اسهام، اوريدي عندي مشكلة توصلني ان انا اعمل برايمري ريسيرش او اوريجينال بيبر، ان انا اخش معمل واطلع نتيجة. طيب والبرانش ده بشكل اساسي او اللاج ده كمان بيستعظم مع الاندر جرادويتس، الطلاب اللي هم ما قبل التخرج. طيب لاج في ايه بالظبط؟ ايه نوعيات المشكله اللي ممكن تكون عندنا؟ اول حاجه في الهيومن ريسورسز، او في فكره الناس اللي ممكن تكون، او ممكن نتكلم ك يعني عدد الناس اللي ممكن تدعم الطلاب. مثلا لو احنا اتكلمنا بشكل خاص هنا على الاندر جرادويتس ان هم يشتغلوا بحث علمي وهم لسه طلاب، فبالتالي الكالتشر دي او الثقافه دي مش موجوده بشكل كبير. طيب حاجه تانية، ممكن التايم بتاعك. لو انت تاني اندر جرادويت فانت عندك السنه عباره عن 8 شهور دراسه، وممكن شهرين دول اللي بيبقوا لك من الاجازه. فبالتالي انا عشان اعمل اوريجينال بيبر او بحث بقى متكامل محتاج ممكن سنتين ان انا اكون مركز فيه.
فبالتالي ان انا سنة سنتين او حاجة زي كده، فبالتالي ده بيكون صعب شوية ان انا اعمله كطالب. طيب ممكن الشق التاني اللي انا هتكلم فيه دلوقتي او النقطتين التانيين يشملوا برضو طلاب الماجستير وطلاب الدكتوراه، ان انا عندي مشكلة في الفند، عندي مشكلة في التمويل. اوريدي مثلا انا عندي فكرة اصلا، بس عايز عشان اعمل الفكرة دي مواد معينة ومثلا فريق تجارب او whatever، يعني عايز حاجات معينة، الحاجات دي قيمتها غالية عشان اعمل البحث ده، فاوريدي مش معايا تمويل ان انا اعمل البحث. طيب او ان او ان التمويل الموجود او الفلوس الموجوده اوريدي ما تخلينيش اعمل ابحاث عاليه. لا، انا ليا حد معين مش هقدر ارتقي بالبحث بتاعي اكتر من كده. ليه؟ لان انا عندي مشاكل في المواد ومشاكل في الامكانيات. طيب الحاجه الرابعه وهي اللابس. لو احنا بنتكلم في مصر بشكل اساسي، عدد اللابس مقارنه بالناس اللي حابه تشتغل بحث علمي ممكن ما يبقاش كبير. تاني حاجة، حتى لو اوريدي في لابس مش كلها مجهزة بكل التكنيكس اللي انت ممكن تحتاجها عشان تعمل اوريجينال بيبر. وفي كمان حاجة ان ممكن اصلا الفكرة بتاعتك ما يبقاش الامكانيات المطلوبة عشان تعمل البحث دي ده موجودة في مصر اصلا، وحتى لو موجودة ممكن تبقى موجودة في مكان او اتنين في مصر كلها. فبالتالي ممكن يبقى عندك مشكلة في الحاجات دي كلها بتمنعك ان انت تعمل اوريجينال بيبر. طب حلو، لو انا اصلا مش عندي كل الحاجات دي، يعني اوريدي الدنيا متاحه برضو، انا ممكن في اسباب تخليني اشتغل ريفيو ارتكل. والله هقول لك في جينز معين او في مكاسب من ان انت تشتغل على ريفيو ارتكل. طيب انا نصيحتي بشكل عام لاي حد بيبدا البحث العلمي ان هو يبدا بريفيو ارتكل. حاجة زي كده يعني لو أنا مثلا ساهمت في نشر ريفيو ارتكل، فحقيقي أنا كنت أو هيكون عندي اكسبيرينس كبيرة جدا، أو السكيل بتاع الريسيرش عندي بكل تفاصيلها هتكون موجودة معايا. ليه أنا ممكن أكسب إيه من الريفيو ارتكل؟ أول حاجة إن أنا معايا الماستر كي أوف ساينتفك ريسيرش، المفتاح الأساسي وهو الريدنج. أنا قلت إن أنا معايا 200 بحث هقعد أقرا فيهم مثلا يعني وألخصهم واقول وصلنا لايه. فبالتالي عمال بقرا ابحاث في تخصص معين. انا طبعا فارض ان اللي معايا هنا دلوقتي هو بدأ السلسله من الاول. يعني ايه بدأ السلسله من الاول؟ يعني هو عارف ان هو بدايته في البحث العلمي ان هو لو كيمياء هيختار مجال معين زي النانو تكنولوجي، ومن المجال المعين ده هيختار حاجه معينه، اللي هو مثلا انا بشتغل على تطبيقات النانو تكنولوجي في الكانسر او في علاج الكانسر. فبالتالي كده انا بخاطب حد هو فاهم النقطه دي كويس. طيب فبالتالي انا اوريدي سبيسيفيك قوي في حته معينه، وقريت الابحاث اللي اتنشرت في الحته دي. فبالتالي اوريدي انا معايا الماستر كي اوف ساينتفك ريسيرش ان انا قريت ابحاث كتير. طيب تاني حاجه ان انا معايا السكيل بتاع الرايتنج ان انا هكتب ابحاث، فبالتالي الاكاديميك رايتنج بتاعي هيبقى بشكل كويس او هيتطور بشكل كبير. طيب انا عايز اقول ان الريدنج ده ممكن يوصلني لايه؟ يوصلني للايديا، لفكره. انا عمال اقرا ابحاث كتير في البحث العلمي. كل ما هتقرا ابحاث كتير كل ما تعرف تعمل حاجتين. الحاجه الاولى ان انت تطلع افكار ايديا، والحاجه التانية ان انت تعرف تقرا. يعني عشان تعرف الحاجه التانية ان انت تعرف تكتب. يبقى علشان تعرف تكون جريت رايتر، كاتب عظيم، لازم تكون جريت ريدر، قارئ عظيم. طيب لو انت قرأت ابحاث كتير هينعكس ده على الايديا او على الفكرة اللي انت ممكن تجيبها، فكرة بحثية في حاجتين. اول حاجة ان انت ممكن تطلع افكار كتير. تاني حاجة ان انت كواليتي الفكرة عالي، انت جايب فكرة مميزة. ليه؟ لان والله شفت الناس كلها وصلت ليه. الفكرة دي ممكن ان انا اعمل بيها بروبوزل، وزي ما احنا قلنا ان في اصلا scholarships بتحتاج بروبوزل، او ان انا يبقى معايا بروبوزل علشان عايز اجيب بوينت بحثية لرسالة الماجستير او الدكتوراه بتاعتي، او ان انا ممكن اجيب فكرة واشتغل عليها كهايبوثيسيس كفرضية وانشر. فبالتالي دي الايديا. الحاجة الرابعة وهي في النهاية هو publication، ده نشر دولي. لو انا قدرت طبعا مدة الريفيو بشكل اساسي، يعني الشغل الاساسي بتاعها ممكن ياخد له شهرين ثلاثة يعني من التيم كله.
فبالتالي عكس البيبر ممكن تاخد وقت كبير لو في نقص في الامكانيات. بس يبقى انا كده قدرت اعمل بابليكيشن باسرع. دي اول حاجه. تاني حاجه هو اسهام علمي. يعني ايه اسهام علمي؟ يعني اوريدي في سبب من ان انا اعمله، او في حاجه عايز اعملها للناس او اقدمها للساينتستس، للعلماء المختلفين. انا قدمت لكم حاجه جديده. انا قلت تاني scientific research هو something new. whatever انا فين في scientific research، انا هقدم حاجه جديده للناس. يعني ايه هقدم حاجه جديده للناس؟ يعني انا قرات الابحاث دي المختلفه، وطلعت توصلت من خلال قراءه الابحاث دي ان والله دراج معين هو كان افضل دراج، او علاج معين هو ده افضل علاج، او ان تحضيرة مواد معينة دي افضل تحضيرة من كل التحضيرات. فانا اوريدي ما كانش محدش قال ان دي افضل طريقة قبل. فبالتالي انا ضفت للناس حاجة. رابع حاجة في حتة الببليكيشن للريفيو، هو بيساعد بشكل كبير جدا. ممكن ان الريفيو ارتكل يفيدني انا كعبد الله مثلا كباحث عن البيبر. ازاي؟ لو انا جيت معايا 100 مجموعة بحثية نشروا 100 بحث في ماتيريال مثلا اسمها يعني نانو ماتيريال، جولد نانو ماتيريال. في 100 باحث، دول اول 100 باحث اشتغلوا على تحضير الجولد نانو ماتيريال. فبالتالي كل واحد بدأ يحضر بطريقة معينة وليكن يعني. طيب كل واحد لوحده تمام. الكلام ده مثلا حصل السنة دي. قام جه مثلا حسام صديقي او واحد يعني آه، اشتغل على ريفيو، جمع الابحاث دي في ريفيو ارتكل. انا كعبد الله عايز اقرا اشوف الناس وصلت لايه. فقريت الريفيو ارتكل ده وعرفت الناس وصلت لايه، وايه الحاجات اللي هم واقفين عليها، وايه افضل النتائج. فبالتالي انا استفدت من الريفيو ومش محتاج اشوف ال100 بحث. فساعات الاستفادة بتاع الريفيو ارتكل كحاجة احنا بنسعى عليها في المجتمع البحثي ممكن تكون افضل كمان من ان انا انشر سنجل بيبر. فبالتالي دي اسباب مختلفة ان انا اقدر اشتغل عليه على الريفيو ارتكل. يبقى احنا كده تاني فهمنا او ادركنا. مهم جدا تبقى مدرك المعلومة، يعني المعلومة بقت راسخة في ذهني. ليه انا ممكن اشتغل ريفيو ارتكل؟ السؤال التاني وهو هاو. هدي كده يعني انا اعجبت يا عبد الله، شكل الموضوع حلو. ممكن بس كده بشيء من يعني ملخص كده، يعني ايه الخطوات؟ انا يعني حط لي كده في دماغي انا هعمل ايه عشان اوصل لحاجه زي كده. وحاطط بين قوسين الناريتيف، التطبيق اللي انا هقول عليه هاو ازاي، او الستبس على النيجاتيف ريفيو او النوع الاول. تمام. فهنبدا في النقطه دي. غايتي من السؤال ده وهو ان انا اخلي في ذهنك كده ان الموضوع ممكن وانا اندر جرادويت ان انا اشتغل على ريفيو ارتكل. طيب هدي برضو تاني موضوع في عجالة، لأن هشرح ده في الشابتر الرابع بالتفصيل. طيب how narrative review أو إزاي. أول حاجة إن أنا بجيب point أو أجيب جاب في سؤال معين. سؤال معين أنا عايز أجاوبه. طيب من خلال إيه؟ والله أنا عايز أشوف خلال 2022 دي آه، في مادة جديدة، أبحاث كتير عمالة بتشتغل عليه. عايز أعرف إيه هي طرق تحضير المادة دي. تمام. طيب فبالتالي في حاجة معينة أو سؤال معين عايز أشوف دراج معين. في دراجز كتيرة موجودة، عايز أشوف مثلا دراج معين تأثيره إيه على مرضى سرطان مثلا اللين كانسر أو سرطان الرئة. فبالتالي في بوينت معينة معايا. طيب تاني حاجة التيم يكون موجود معايا فريق. قلنا في collaborations. تمام. فبيكون موجود معايا تيم، وكل ما التيم ده كان كبير كل ما انا الافورت المطلوب مني هيقل. ودي ميزة انا في البحث. مش هيسألني ده البحث ده فيه 50 باحث ولا فيه 5، لكن الفكرة ان انا نشرت البحث ده ولا لا. وده هنا من اكتر الحاجات اللي بتماكسمايز بتعظم فكرة التيم وورك. تالت حاجة ان انا بجمع ابحاث داتا كولكشن. بجمع الابحاث اللي اتنشرت السنة دي والسنة اللي فاتت مثلا. وببدأ يعني لو في أبحاث بره الفكرة اللي أنا عايز أقولها، فبعمل حاجة اسمها فلتريشن، أفلتر الأبحاث دي. حاجة خامسة اسمها كلاسيفيكيشن للداتا. هبدأ أصنف الداتا دي، والله دول بيتكلموا على نوع معين من طريقة التحضير، دول على نوع تاني، دول على نوع تالت، دول على نوع رابع. فأبدأ هصنف الداتا دي. هبدأ أطلع الأوتلاينز بتاعتي إن أنا معايا 6 أنواع للتحضير، فهيبقى معايا
كل نوع هيبقى هو اوتلاين اساسي هتكلم عليه او هعمل مثلا في ديسكشن. بعد كده هعمل انهانسمنت للداتا. لو في ابحاث وانا بكتب اوريدي اتنشرت جديد فاوريدي هاخدها معايا واضيفها للداتا او الداتا دي اللي انا اقصد بيها الابحاث اللي موجوده. بعد كده هبدا اقرا، بعد ما صنفت الابحاث هبدا اقرا اكتر في كل بحث من الابحاث دي بشيء من التفصيل. هكون حاجه اسمها ستوري، هعرف كده قصه هحكيها. يعني انا هحكي بقى اوريدي مثلا في طريقه التحضير الاولى في 10 ابحاث، ازاي هتناولها دي اسمها ستوري. هتناول يعني القصه هحكيها ازاي، هي قصه في النهايه. عاشر حاجه اسمها رايتنج، ان انا ابدا اكتب في كل اوتلاين. هوصل للفيرست درافت. يعتبر الفيرست درافت ده هو يعني ايه الحاجة الأولانية أو البحث الأولي قبل التعديلات. هعمل ديزاينز لو في ديزاين معين، صور حابب أخدها، صور حابب أضيفها، أعمل ملخص لشوية حاجات، فدي اسمها ديزاينز ببدأ أشتغل عليها. ببدأ أراجع البحث تاني، تبقى مرحلة البروسيس بتاع الريفيوينج. الفيرست درافت اللي أنا عملته ده هنبدأ نراجعه تاني. في فاينل درافت بعد ما راجعته وصلت ان ده الفاينل درافت بتاعي، وبعد كده هنشره في مجلة. فدي ستيبس كده بشكل جنرال، حابب ان هي تخلي ان انا لا يعني في ذهني كده انا ممكن ده في جود معين لو مشيت عليه ممكن ان انا اوصل في النقطة 15 للبابليكيشن. كده احنا النهارده الكيتشر بتاعنا النهارده خلصت. تعرفنا عن ايه ريفيو ارتكلز، وقلنا واي وهاو ان انا اشتغل على ريفيو ارتكل. هناخد المحورين التانيين ان شاء الله المحاضرة الجاية. السؤال بتاع النهارده او السؤالين بقى هيكونوا واي ليه اشتغل على ريفيو ارتكل، وهاو ازاي ال 15 ستيب الاساسيه اللي انا ممكن اشتغل عليها في الليتريتشر ريفيو او الناريتيف ريفيو. بس كده اشوفكم بقى المحاضره الجايه. شكرا ليكم.